أهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام. هعمل معاكم النهاردة الكيكة العادية، كيك الشاي أو الكيك اليومي زي ما بنقول، اللي بناخد منه حتة كده جنب فنجان الشاي أو كوباية القهوة أو كوباية النسكافيه. هعمله معاكم زي ما انتم متعودين بطريقة سهلة وبسيطة وبنتيجة مضمونة. هيطلع معانا هش جدا جميل جدا، وعايزة أقول لكم مكوناته بسيطة جدا، ينفع كمان ولاد ياخدوه في اللانش بوكس معاهم في المدرسة. لو أول مرة تشوفوني أنا هلا أبو بكر. من فضلكم لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه بأي معلومة جديدة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ. عندي البيض، والبيض هنا بدرجة حرارة الغرفة يعني خارج من التلاجة. طبعا هحط 3 بيضات، 3 بيضات بس، خارج من التلاجة قبل ما اشتغل على الأقل بنص ساعة. تمام. وطبعا مع البيض هضيف الفانيليا. تعالي اقولك كده ان البيض البلدي استحالة نعمل بيه اي كيك، عشان الناس اللي بتسأل ينفع اعمل بالبيض البلدي كيك؟ لا، ما ينفعش، بلاش. كمان هضيف 3/4 من السكر، كوباية 3/4 كوباية من السكر العادي. يبقى انا ضفت البيض 3 بيضات و3/4 من السكر العادي كوباية، والفانيليا. هبدأ اضرب كويس جدا البيض مع السكر والفانيليا لحد ما يبقى لونه فاتح والقوام بتاعه يتغير شوية، يعني يختلطوا مع بعض، القوام هيتقل شوية. تمام. ضرب الكيك هنا في الخطوة دي مهم جدا، ان احنا نضرب السكر مع البيض، مهم جدا ونوصل للدرجة دي واللون ده. ده اللي بيخلي لي الكيك كله في الاول وفي الاخر هش، يعني دي من اول الاسباب اللي بتنجح معايا الكيك. تمام. اول ما اوصل للدرجة دي من الضرب كده خلاص هبتدي بقى اضيف كوباية الا ربع من اللبن او الحليب. طبعا احنا بنستخدم كوباية واحدة وبنبدأ نعاير بيها كل المقادير بتاعتنا. يعني لو هتشتغلي حطي كوباية عندك كده ثبتيها، وهي دي اللي هتعايري بيها كل المقادير. وكمان كوباية الا ربع من الزيت. يبقى كوباية الا ربع من الحليب وكوباية الا ربع من الزيت، وكنا حاطين قبل كده ايه؟ كوباية الا ربع من السكر العادي. هبتدي بقى اضرب المكونات دي كويس. هنا ضرب الزيت واللبن او الحليب مش هياخد معايا دقيقة، لاني عايزاه بس يندمج مع المكونات مش اكتر. تمام. واول ما هيندمج معايا خلاص كده هفصل، يعني انا مش محتاجة منه يديني قوام ولا حاجة، لانه مش هيغير في القوام بتاعي. هبتدي بقى اضيف كوباية ونص من الدقيق، برضو عايرتهم بايه؟ بنفس الكوباية اللي كنت معايرة بيها السكر والحليب والزيت. وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. خلاص. يبقى كوباية ونص من الدقيق هنا عندي عادي جدا اي دقيق، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هبدأ بقى في الخطوة دي اضرب الدقيق لحد ما يختفي مع الخليط بتاعي كله، ما يكونش فيه قطع ولا تكتلات كده. احس كده بعناية يعني وبايدي وانا شغالة ان الدقيق بتاعي اختفى ومش موجود في الخليط، يعني بقى حاجة واحدة تجانس كده مع الخليط كله. الكيك ده سهل جدا وبسيط جدا. نقدر كمان نعمله بالمضرب اليدوي العادي بتاع ايدينا، يعني اللي هو السلك ده اللي بنضرب بيه البيض لو ما عندناش مضرب كهرباء. خلاص كده انا شايفه كده ان الدقيق اندمج واختلط كله كويس جدا. ببدا كده بقى باي حاجه بالسباتولا بتاعتي انزل حروف الطبق بتاعي، واخد من تحت كده البوله بتاعتي علشان اتاكد ان مفيش دقيق لازق تحت ولا حاجه وما اختلطش مع الخليط بتاعي. نخلي بالنا من الحكايه دي كويس، لان ممكن لما اجي اصب الاقي شويه دقيق كده تحت في القاع ما اتضربوش كويس مع الخليط. خلاص. الخطوه دي بقى مهمه جدا، وركزوا معايا عشان انا شخصيا وانا بشتغل اتلخبطت فيها. انا هنا هقسم، المفروض ان انا هقسم ربع الخليط ده في بوله لوحده عشان اضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقه كبيره من الحليب. بس انا اتلخبطت وضفت الكاكاو كله على الخليط بتاعي وكمان الحليب. وكمان بدات اضرب زي ما انتوا اخدتوا بالكم كده او هتشوفوا دلوقتي. بدات اضرب بالمضرب، بس ايه يعني، اول ما ضربت كده ضربتين بدات افوق ان دوت المفروض ان هو يتقسم. خلاص. فاخدت شويه منه في طبق، اخدت شويه اللي على الوش في طبق، يعني اللي كان فيهم الكاكاو كله لسه ما اتضربش. حاولت ان انا افصله والحق الموضوع. على فكره هي ادتني شكل جميل جدا، يعني سبحان الله هي غلطه مش مقصوده بس ادتني شكل حلو جدا. ضربت بقى الكاكاو في الطبق التاني، وبقى عندي الخليط نصين، نص كده كاكاو بالفانيليا والنص التاني شوكولاته بس او كاكاو بس. هنا جبت قالب بطنته كويس بالسمنه والدقيق زي ما انتم شايفين كده، ده النص اللي بالكاكاو والفانيليا اللي انا خدت منه شويه اللي على الوش اللي كان عليهم الكاكاو وقسمتهم في بوله تانية. تمام. بصوا مدي شكل ماربل كده، يعني مموج شوكولاته على فانيليا، شكله حلو.
سبحان الله، يعني انا كنت اتضايقت جدا وقلت هيبقى شكلها مش حلو مش لطيف، بس طلعت شكلها اجمل ما كنت اتخيل كمان. اوقات كده بنغلط غلطات في المطبخ بتخلينا نعمل حاجات عظمه والله، يعني ما تقلقوش، كل اللي يجيبه ربنا خير، عادي يعني مش اخر الدنيا لو احنا غلطنا. خلاص، هبتدي بقى اجيب الجزء التاني اللي انا قسمته اللي كان عليه الكاكاو، وهبتدي اصبه فوق الكيك الماربل اللي من تحت، اللي هو المفروض يعني كان يبقى فانيليا. يبقى احنا المفروض ناخد كده تلت او ربع المقدار بتاعي، اقسمه في بوله واحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقه حليب، واقلب كويس جدا، هيبقى الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالشوكولاته، والباقي هيفضل بالفانيليا زي ما انتوا شفتوا. بس طبعا زي ما قلت لكم انا غلطت غلطه كده ونسيت وسرحت، فبقى ايه ماربل وشوكولاته. بس عايزه اقول لكم انه كان جميل جدا شكلا وطعما بجد والله. هخلص المقدار كله في الوقت دوت. انا فاتحه الفرن على درجه حراره 160، بشغله بس قبل ما ابدا اشتغل، يعني قبل ما ابدا احط الصينيه بتاعتي بحوالي 5 دقايق مش اكتر. مش عايزه الفرن سخن قوي. هدخل الصينيه بتاعتي على الشبكه في الرف الوسطاني لمده 40 دقيقه في الايه زي ما قلت لكم على درجه حراره 160 هتكون مستويه. خلاص كده بختبرها طبعا قبل ما بطلعها من الفرن، هسيبها تبرد وتهدى وهبتدي اقلبها. انا بحاول بس كده اسلك الصينيه بتاعتي، ربما تكون حاجه لازقه فيها يعني. تمام. بس نصيحه يعني بلاش نقلب الكيك او نقطعه وهو لسه سخن، سيبوه على الاقل ساعه يهدى حتى لو مستعجلين عليها شويه. يعني انا هنا قطعته وهو دافي شويه لاني كنت مستعجله عليها، بس انتوا سيبوه يهدى شويه. ده كان شكلها. بصوا بقى ما شاء الله، يعني زي ما انا قلت لكم قطعتها وصبيتها، ما كنتش اتوقع ان شكلها هيطلع بالجمال ده لما صبيتها يعني. وهي كانت ايه بقى زي ما انتوا شفتوا ماربل على شوكولاته، يعني مش فانيليا على شوكولاته زي ما كنت متوقعه، لا. بس بصوا شكلها تبارك الله حلوه جدا جدا، زي ما يكون الغلطه دي ادتني شكل جمالي اكتر بجد. عايزه اقول لكم بقى طالعه هشه جدا جميله جدا بجد. نقدر في اي وقت طبعا زي ما انتم شايفين كده ناخدها جنب كوبايه الشاي. وحلوه جدا جدا لو حطيناها للولاد كمان في المدرسه. بصوا بقى لما اتقطعت كلها شكلها جميل ازاي، حلوه قوي. طبعا انتوا واخدين بالكم ان الحروف دي كانت المفروض تبقى فانيليا، بس ايه قدر الله ما شاء فعل وبقت كلها زي ما انتم شايفين بالشكل الحلو ده. بكده اكون خلصت معاكم وصفه النهارده، وهي كان كيك الشاي اليومي العادي اللي بنستخدمه كلنا وبناكله كلنا في الفطار. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو استفدتوا منه لايك وشير. ولو اول مره كنتوا تشوفوني انا هلا ابو بكر، تشتركوا يا ريت في القناه وده شيء يشرفني، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واقول لكم مع الف سلامه.